السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة طبعا فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وعظيمة جدا وأكثر من أن تحصى، لكن أجمع لكم بعض الأحاديث التي هي من أعظم الأحاديث التي وردت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. يبقى إذن المولى عز وجل بيخبرنا أنه سبحانه وتعالى وجل جلاله وصلاة الله على العبد هي رحمة الله بذلك العبد وثناؤه عليه بين الملأ الأعلى، بين الملائكة في الملأ الأعلى. خد بالك بقى، يبقى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الملائكة على العبد هي استغفار الملائكة لذلك العبد ودعاؤهم لذلك العبد. يا سلام. يبقى ربنا بيخبرنا ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى وكفى به سبحانه وتعالى الله عز وجل والملائكة يصلون على النبي. الملائكة عددهم قد ايه اللي بيصلوا على النبي؟ نذكر لكم بس حديثين هتتعجبوا من عدد الملائكة التي لا تخطر على قلب بشر. يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: إنه لا يدخل البيت المعمور. إيه البيت المعمور يا حبايبي؟ البيت المعمور ده قبلة أهل السماء السبعة، مش أهل السماوات السبعة، لا، أهل السماء السبعة فقط. إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. إيه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام ده إن من يوم خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم بآلاف آلاف آلاف السنين، بل ممكن يكون بملايين السنين كمان. شوف قد ايه؟ من يوم خلق الملائكة إلى قيام الساعة كل يوم من أهل السماء السابعة فقط كل يوم 70,000 بيدخلوا البيت المعمور. والبيت المعمور مكانه فين؟ مكانه في السماء السبعة بمحاذاة الكعبة الأرضية التي في مكة. ولذلك النبي في رحلة الإسراء والمعراج رأى في رحلة المعراج لقى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وجده مسندا ظهره في السماء السابعة إلى البيت المعمور. إيه السبب؟ لأنه هو الذي رفع قواعد الكعبة الأرضية، فإكراما له أكرمه المولى عز وجل بأن رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية. يا سلام. يبقى إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. كل يوم 70,000 غير 70,000 اللي فاتت منذ خلق الملائكة إلى قيام الساعة. فكم عدد ملائكة السماء السابعة؟ حاجة والله لا تخطر على قلب بشر. تمام؟ فكم عدد ملائكة السماوات السبعة؟ فكم عدد الملائكة اللي موجودة في الكون ده كله، بل وفي الأرض وما بين الأرض والسماوات، بل وفي الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأت، يعني أنت السماء وحق لها أن تعاني. خد بالك، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. كل الملائكة دول يا حبايبي يصلون على النبي. ولكي يجتمع الثناء على النبي من السماء إلى الأرض، خد بالك بقى، أمرنا النبي بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى صلى على النبي وجعل الملائكة يصلون على النبي، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان والتوحيد، يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب أنه قال للنبي: يا رسول الله، إن لي ساعة أذكر الله فيها، فكم أجعل لك فيها من صلاتي؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير إيه لك أنت، يعني ليك أنت مش لي أنا. فقال: إيه؟ أجعل التلت، النصف، لحد ما في الآخر قال له: إذا أجعلها كلها الساعة دي صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: إذا تكفى همك ويغفر لك ويغفر ذنبك. إذا ربنا يكفيك اللي همك كله، أي هموم عندك، ويغفر لك ذنبك بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. الله أكبر. يبقى إذن بالصلاة على النبي هنجي ثمرات لا تخطر على قلب بشر، هعدها لكم في الآخر.
الحديث الثالث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل فعلا مش بس اللي ما بينفقش فلوس، لا ده اللي بيسمع اسم النبي ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي في السنن بإسناد حسن قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات. الله أكبر. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن عن عامر بن ربيعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليستكثر. يعني إيه؟ شوف، طول ما أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليك، بل والملائكة. شوف الأعداد بتاعت الملائكة اللي قلتها لك، والملائكة كمان تصلي عليك. فأنت بقى عايز تزود زود، عايز تقلل براحتك. شوف، كل لما تزود ربنا يصلي عليك والملائكة يصلوا عليك، هتقلل برضو المولى عز وجل سيصلي عليك والملائكة يصلوا عليك، ولكن على قدر صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديثين قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أقرب ناس إلى النبي وأولى الناس بالنبي وأولى الناس بحب النبي وشفاعة النبي والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث حبايبي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح 10، يعني 10 مرات، لما تصبح الصبحية كده بعد صلاة الفجر كده تصلي على النبي 10 مرات، وحين يمسي 10 بعد العصر كده لحد المغرب تصلي على النبي 10 مرات. إيه اللي يحصل بقى؟ أدركته شفاعتي يوم القيامة، حين يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، والناس واقفين بقالهم آلاف السنين، وإذا بشفاعة النبي تدركك لأنك صليت على النبي 10 حين تصبح و10 حين تمسي، واستمريت على ذلك بفضل الله. تعالوا بقى في عجالة سريعة نجمل بقى فضائل الصلاة على النبي في عجالة كده. أول حاجة: يكفيك الله همك، وبعدين ويغفر لك ذنبك بصلاتك على النبي. رقم 3: ينفي عنك صفة البخل، لأن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة ان انت لما تصلي على النبي مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات ويغفر لك 10 خطيئات ويرفعك في الجنة 10 درجات. واللي بعد كده ان انت لما تصلي على النبي خصوصا يوم الجمعة تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت كمان لما تصلي على النبي طول ما انت بتصلي على النبي فالله يصلي عليك، بل والملائكة كلهم يصلون عليك. ان انت بتكون يوم القيامة اولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة ان انت بتدركك شفاعة النبي في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بعد اللي سمعته ده كله بالله عليك، حد في الدنيا ممكن هو يتأخر او يقصر في صلاته على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم فضائل الصلاة على النبي صلى